النهارده شفنا مباراة الإياب من سيمبا والنادي الأهلي اللي اتلعبت على الأراضي المصرية. الماتش اللي فات كان في تنزانيا. شفنا الأهلي بيفوز بنتيجة 2-0. هدف لعمرو السولية، الهدف الثاني كان لكهربا من على منطقة الجزاء. طبعا انا يعني اتكلم عن نفسي. الشوط الأول شفت سيطرة لسيمبا، الأهلي ما كانش متواجد غير في الجون الأوفسايد. بعد كده سيمبا خد الخطوات وابتدى يندفع هجوميا، وكان في أكتر من كرة خطيرة. كان نجم الشوط الأول أو نجم المباراة كلها كان شوبير. شفنا كرة صدها على مرتين، كرة أكثر من رائعة. يعني بجد الشوط الاول الاهلي لن يصل استاد القاهره. بعد كده الشوط التاني بقى يعني تحس كده في الاول الشوط اللعيبه خدت الدفعه اللي هو انتوا لازم تكسبوا لازم. فنزل اللعيبه جابت جون في اوائل الدقايق. بعد كده في اخر الدقايق في الدقيقه 99 كهربا بيسجل الهدف ده. طبعا كده الاهلي او لخامس مره على التوالي بقاله كتير قوي بيتاهل لنصف النهائي. طبعا يعني شفنا سان داونز بيتأهل. وطبعا دلوقتي انت كده الاهلي حاجز مقعد اكيد في كاس العالم انديه اللي جاي. لكن المشكله اللي احنا مش متعودين عليها في الدوري الابطال ده ان الوداد مش موجود، غريم تقليدي النادي الاهلي في النهائيات. واجهه مرتين، خسر مره كسب مره. الماتش ده كان ماتش يعني لو كان سيمبا جاب جون كان الماتش هيتصعب على النادي الاهلي جدا. شفنا كمان ان لويس ميكيسوني لاعب النادي الاهلي السابق بينزل وبيلعب بعض من الدقائق في المباراه. نتمنى ان الاهلي يعني مستواه ما ينزلش اكتر من كده، لان مستواه في الشوط الاول ما كانش موجود نهائيا. نفسي افهم ليه مودست هو الاختيار الاول دايما لكولر في مركز الراس الحربة. اتمنى ان كل ده يتحسن مع الماتشات الجايه، لان الاهلي احنا مش متعودين عليه في الشكل ده. بس كده، احب اقابلكم في فيديو جاي.